ياسر الشهراني صقر المنتخب السعودي وظهيره الأيمن بعد إصابته في المباراة التي جمعت منتخب السعودية مع الأرجنتين، المنتخب المرشح لنيل كأس العالم. وتم تحقيق الفوز للمنتخب السعودي وأصبح سابقة في تاريخ العرب كونه أول منتخب عربي يحقق هذه النتيجة أمام الأرجنتين وفي كأس العالم. لكن هذا الإنجاز أصبح بآلام وأوجاع ياسر الشهراني ومحبيه، حيث كانت إصابته في المباراة بقدم زميله الحارس محمد العويس بالغة إلى درجة تكسرت عظام وجهه وفكيه، وانتقل إلى العلاج بشكل طارئ. وبعد التعاطف الشديد من جميع الشعب العربي مع ياسر وانتشار إشاعات موته، ظهر بفيديو قصير وهو يطمئن الناس عن وضعه الصحي وهو راقد بإحدى المستشفيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاب أطمنكم أموري تمام ما شاء الله، والله يعطيكم العافية. دعواتكم لي ومبروك الفوز. جمهور السعودي تستاهلون قادة وشعبا، والله يسهل الأمر إن شاء الله في الأيام الجاية. شكرا لكم. وبعد يومين من الإصابة، كشف تقرير صحفي اليوم عن وضع ياسر الشهراني من استكمال مسيرته الفنية، فهو مستبعد حاليا من مباريات كأس العالم لإصابته البالغة، وهو الآن تحت العناية والملاحظة لمراقبة آخر تطورات وضعه، حيث لا يعرف وضعه الصحي ما إذا كان سيؤدي إلى الاعتزال الكامل من لعب كرة القدم أم لا. نسأل الله أن يشفيه وأن يكتب له العودة إلى الأخضر السعودي.